باش تلقى استاذ كيتسابق قبل ما يدوز الامتحانات البكالوريا باش يدير اكبر عدد ممكن من الدروس الخصوصيه ويجمع اكبر قدر ممكن من الفلوس، راه مصيبه. وملي كيجي شي مسؤول كيبغي يصلح هذا الشيء كتنوض له اللوبيات. وعندنا في التاريخ ديال هذا القطاع وزراء اللي مروا واللي بغاو يحاربوا هذا الشيء ديال انه معلم يخدم في القطاع العمومي ويخدم في القطاع الخاص، استاذ يدير المراجعه. جاو واحد المجموعه ديال الوزراء، ما نذكرش الاسماء حتى لا يقال انني اميز هذا على هذا، ولكن جاو وزراء اللي حاولوا انهم خدموا بقلبهم هذا القطاع، ولكن حاربوهم للاسف. فلذلك حنا كمواطنين خص تولي عندنا السلطه، والسلطه اللي تولي عندنا هو نعرفوا شنو كنديروا. ما نبقاوش كل واحد ينطلق من انانيته الخاصه، ان باغي ولدو ينجح، عنده شويه الفلوس ما سوقوش هو يخلص الدروس، لدرجه انه وصلنا الان. كانت شحال هذه الحصه ديال المراجعه اللي هو واقع، راه ما غيمكنش نحاربوه حيت درنا زعما هذا البرنامج. كانت الحصه ديال المراجعه ب50 درهم، شويه 70 درهم، شويه 100 درهم. اليوم ولينا كتسمعوا 400 و500 و600 درهم. وقد ما قربات الامتحانات قد ما البورصه كتطلع ديال الدروس الخصوصيه. وهذه كارثه حقيقيه يجب على الدوله المغربيه ان تنتبه لها.